الكريز دوت الزغليل، وده اخوه لحم الفرنساوي اهوت شباب. فرخه سهل جدا، ولكن هي حمامه للزينه. والله العظيم لسه شايف الحصوايه ديت. جناح الحمام ده بيبقى عباره عن 20 ريشه، يعني ديت عمرها شهر، كمان 5 شهور والزغاليل دي تبيض. في البدايه طبعا بنبدا الفيديو بتاعنا من هنا. طبعا دول اخواتنا وحبايبنا مشتركين القناه. لو انت مش شايف اسمك معانا اكتب اسمك وانت من محافظه ايه عشان نكتب اسمك معانا في القناه. يلا شباب عايزين نوصل ل 1000 مشترك بسرعه على القناه دي عشان نعمل بث مباشر وهنعمل حاجات حلوه جدا مع بعض. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا كده ونسمي بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. طبعا يا جماعه الخير في معلومات ناقصه عن ناس كتير، هنكمل لك المعلومات بتاعتك. لو انت طبعا لسه مبتدئ في تربيه الحمام هقول لك على معلومات ممكن تكون اول مره ان انت تسمع عنها. اول معلومه لازم تكون عارف انواع الحمام، يعني مش اي حمام. لو انت مبتدئ في تربيه حمام مش اي حمامه بربيها وخلاص، لا. لو انا مبتدئ يبقى ببدا بانواع زي الزاجل او زي الحمام البلدي اللي هو انهي الزاجل. ده الزاجل يا جماعه الخير، ده الحمام الزاجل اهوت. لو ده بالكم ده الحمام الزاجل اهوت. ده نوع من انواع الحمام، والحمامه دي حلوه جدا في ان انا ابدا بيها كمشروع. طيب الحمام البلدي اللي جنبه على طول ده حمام هجين، مش حمام بلدي. ده حمام بلدي يا شباب، ده حمام بلدي، ده حمام بلدي، ده حمام بلدي. الحمام البلدي ده بنصحك ان انت لو انت مبتدئ تبدا بالانواع دي، لان الانواع دي تقدر ان انت فعلا تستفيد منها لان هي منتجه وحجمها كويس جدا كمان في الانتاج. طيب ده حمام الكريزلي برضو ان انا ممكن ابدا بيه، بيجيب زغاليل حلوه جدا. يعني ده الحمامه دي ليها زغاليل موجوده عندنا، اوريكم الزغاليل برضو بتاعتها. ده الذكر بتاعها، ده حمام كريزلي برضو اهوت. ده حمام كريزلي اهو ما شاء الله، يعني حمامه حلوه جدا ان انا اربيها لانتاج الزغاليل. ودي الانواع الكريزلي اوريكم الزغاليل بتاعتهم دلوقتي اهوت شباب. ده الزغاليل بتاعتهم، دي الزغاليل بتاعت الكريزلي ما شاء الله تعالى. في انواع حمام كتير طبعا، فانا بنصح ان انت لو في البدايه تربي الثلاث انواع دول. شوف الحمامه ديت اللي فيه فيونكه في صدرها ديت، يعني لابسه بدله وكرافته يعني ما شاء الله. دي حمام استرالي، ولكن ده اسمه استرالي كورك. ده اسمه استرالي كورك. ده شباب الكريز دوت الزغاليل، وده اخوه اهوت. ده اخوه عيال الجوز اللي انا لسه موريه لكم. وده بقى شلباز. يعني في انواع حمام كتير جدا. ده اللحم الفرنساوي اهوت شباب. ده الحمام اللحم الفرنساوي، حمام ما شاء الله حجمه حلو. حمامه بتجيب زغاليل حجمها حلو. اوريكم الزغاليل بتاعه اللحم الفرنساوي ده لو انت عايز تعمل مشروع. شايفين الزغلول قد ايه ما شاء الله؟ شايفين الزغلول يا شباب قد ايه ما شاء الله؟ زغاليل حلوه، يعني زغاليل بتجيب زغاليل حجمها كويس. ده بالنسبه للحمام اللحم الفرنساوي. ده حمام بهلوان الناس عارفاه اللي بتابعنا على القناه. وده برضو حمام كريزلي. الانواع ديت اقدر ان انا ابدا بيها مشروع. دي اول معلومه. طبعا النفاخ ده نوع من انواع الزينه، حمامه للشكل. يعني انت لو بتعرف تفرخ الحمامه ديت فرخها سهل بالمناسبه. حمام النفاخ ده فرخه سهل جدا، ولكن هي حمامه للزينه مش للذبح. يعني الجوز من ده ب 1200 جنيه، اجيب جوز حمام ب 1200 جنيه عشان ان انا اذبحه؟ لا طبعا ما ينفعش. ده برضه حمام من حمام الزينه اللي هو الهزاز الهندي. ده حمام من حمام الزينه، يعني ما ينفعش نذبح الحمام دي برضه. ليه؟ الجوز منه 500 جنيه و600 جنيه. فهذبحه هلاقي الزغاليل بتاعته قد ايه؟ دي الزغاليل بتاعته اهيت. يعني هذبح الزغاليل دي يعني هجيب لي 200 جرام لحم، وانا ممكن ابيع جوز الزغاليل ده 250 جنيه لما يبدا ان هو افطمه بس. يعني ابيعه 250 جنيه و300 جنيه كمان. تمام كده؟ طيب ده برضه حمام من ما شاء الله. يعني حمام، شوف حمام بلحم العش ازاي ما شاء الله. والله العظيم لسه شايف الحصوايه ديت اهيت، لسه النتايه ديت وضعها ممكن دلوقتي حالا. الزغاليل بتاعتها هي ما شاء الله. يعني حمام الناس اللي بتقول حمام بيلحم العش، لا، الحمام بيلحم العش صيف او شتاء. يعني بالدليل اهوت. بقول لك والله لسه شايف الحصوايه دي، النتايه اللي لسه واضعه الحصوايه، والزغاليل بتاعتهم جنبهم هي. يعني الزغاليل لسه ما انفطمتش. فالذكر بيهتم بالزغاليل، بياكل الزغاليل، والنتايه بتاكل او بتحضن البيض. تمام كده؟ وهكذا يعني وهكذا. عارفين الجوز ده ولف على بعضه ولا ايه؟ طبعا انا كنت حاططهم عشان ان انا اجوزهم لبعض. ده حمام بلدي عادي جدا، ده حمام بلدي. فكنت حاططهم ان انا اجوزهم لبعض، شكلهم اتجوزهم بفضل الله تعالى. طيب المعلومه الثانيه بقى اللي انا عايز اعرفها لك او هنعرفها مع بعض، البيض ده بيفك بعد قد ايه؟ يعني البيض ده من ساعه النتايه ما بتضع الحصوايه الاولى. يعني النتايه ما بتضع الحصوايه الاولى، البيض ده بيفك بعد قد ايه؟ البيض ده يا جماعه خير من ميعاد وضع الحصوايه الثانيه بيفك بعد 18 يوم، ده متوسط. ولكن في الصيف
بيفك ممكن على 16 يوم، وفي الشتاء ممكن يفك على 20 يوم 21 يوم. ده بالنسبه لفك ميعاد. وعلى فكره الكلام ده من ساعه ما توضع الحصوايه الثانيه، مش من ساعه ما توضع الحصوايه الاولى، لا، من ساعه ما توضع الحصوايه الثانيه تبدا ان انت تعد في الصيف 16 و17 يوم، في الشتاء 19 و20 يوم، وهكذا. تمام كده؟ طيب ديت المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه اللي انا عايز اوصلها لك برضو، جناح الحمام ده عباره عن 20 ريشه. يعني لو نجيبنا مثلا على سبيل المثل نجيب النتايه الجميله دي، ده حمام البهلوان يا شباب. جناح الحمام ده بيبقى عباره عن 20 ريشه. بتلاقي 10 ريشات وشهم للامام و10 ريشات وشهم للخلف، عشان بس ما بهدلش الحمامه. بتلاقي 20 ريشه، 10 ريشات وشهم كده، و10 ريشات وشهم العكس. فبتبدا ريشه الدم بتتنقل كل 15 يوم في حاجه اسمها ريشه الدم، زي انبوبه الدم كده، بتبقى في جناح الحمام. ممكن برضو ان احنا نوريها لك على فرد شباب عندنا، يعني اوريك انا الكازاخانجي ده برضو الحمام الكازاخانجي. اوريك ريشه الدم اهو يا شباب، ده الحمام الكازاخانجي، الناس اللي عارفه الحمامه الكازاخانجي. تمام؟ ده بيبقى في حاجه اسمها ريشه الدم. يعني انا بس عشان بصور مش عارف ان انا اوريكم بشكل كويس يعني. بصوا ريشه الدم ديت بتطلع طبعا ال 20 ريشه وشهم كده، و20 ريشه وشهم العكس. تمام؟ في حاجه بقى اسمها ريشه الدم اهي يا شباب. يعني الفرد ده خلاص ريشه الدم يا شباب اهيت ده ريشه انبوبه فيها دم اهيت الريشه الصغيره ديت اهي. ده الريشه بتلاقيها مختلفه عن بقيه الريشه اللي بيبقى فيها انبوبه دم من تحت. الريشه ديت بتتنقل كل 15 يوم، بتمشي ريشه كل 15 يوم، بتتنقل ريشه تطلع من وسط الريشه ال 20، يعني في نص الجناح بالظبط. تبدا كل يوم كل 15 يوم تمشي ريشه، كل 15 يوم تمشي ريشه. يعني بقى الحمام ده بيبيض كمان على ميعاد مطلعه من الحصى. يعني انا مثلا لسه عندي جوز زغليل طالع من الحصى، فكك حصى النهارده. هنشوف برضو زغليل فك حصى كده ما شاء الله، الحمام كله هتلاقيه راقد على حصى. تعدله بالظبط 6 شهور، يعني من ساعه الزغلول ما يطلع من الحصى. يعني ديت عمرها شهر، كمان 5 شهور والزغاليل دي تبيض، تحصي، تبدا ان هي تتزوج، تبدا ان هي الذكر يطلع خصب على النتايه ويبداوا يعملوا عيش. زغاليل زي كده مثلا عمرها 15 يوم، يعني فاضل لها حوالي 5 شهور ونص ان هي تبدا تشتغل. حمام اهوت يا شباب بدا يعشش ما شاء الله تعالى. ده اللحم برضو الفرنساوي دي زغاليل. برضو بالنسبه للزغاليل برضو معلومه سريعه عشان برضو الناس كلها تتعلم. الزغاليل افضل وقت ان انا اقطف في الزغاليل لما تكون دبست بالشكل ده. يعني ايه ما تكون دبست؟ يعني لما يكون الريش تحت الجناح اكتمل، الريش تحت الجناح اكتمل بالشكل ده، يعني كده في ذباب ريش اهو ان شاء الله نقضي عليه. طيب يبقى احنا اول اعرف الزغلول ده طاب للذبيح امتى او للقطف امتى؟ لما نلاقي الريش تحت الجناح بدا ان هو يكسو بالشكل ده، يبقى انا اقطف الزغاليل ديت. يعني الزغاليل دي جاهزه للقطف دلوقتي، اقدر اذبحها، اقدر بقى ان انا اتصرف فيها وهكذا. تمام كده؟ طيب دي معلومات يا شباب هقولها لكم ان شاء الله تعالى عن تربيه الحمام البلدي. هنواصل طبعا سلسله عشان بس ما نطولش الفيديو على حضراتكم. هقول لكم معلومات كتير جدا جدا فوق مما تتخيل. لو انت مبتدئ في تربيه الحمام همتعك ان شاء الله تعالى وهخليك محترف في تربيه الحمام. اتمنى يا شباب لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي طبعا قول لي من الابطال وبكمل معاك الفيديو للنهايه، واكتب لي في الكومنتات تحت كومنت جميل زيك كده. اشوف الشكر على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.